وجه القرار المنتظر، قرار لجنة الانضباط بيقول قرار رابطة الأندية هو اللي هيتطبق ومفيش خصم من النادي الأهلي 3 نقط في نهاية الموسم. القرار ده عمل قلبان في الوسط كله، في الشارع الرياضي كله، ناس معاه وناس ضده وناس متضايقة. خليني أقول لك حاجة واحدة بس، لا يصح إلا الصحيح. النادي الأهلي ليه حق، والنادي الأهلي كان من حقه إعادة أو إقامة المباراة بين الأهلي والزمالك بحكام أجانب. بدايه المشكله كلها كان برفض الزمالك انه يلعب بحكام اجانب، وكان عايز الحكام المصريين الحلوين اللي بيظبطوه. عمل مشكله هو مش قدها، كانت النتيجه في الاخر ان الزمالك حاليا مكانه الطبيعي في الكونفدراليه. جه وقتها نادي بيراميدز ودخل في القصه وبيقول لك انا هروح للمحكمه الرياضيه الدوليه وهعمل شكوى في رابطه الانديه وفي اتحاد الكره وكمان في القرار بتاع لجنه التظلمات. براحتهم يعملوا الشكوى زي ما هم عايزين. نادي الزمالك كمان منضم لنادي بيراميدز، خلاص هو بقى بسم الله ما شاء الله في ديله في ظهره في اي حاجه بيقول لك برضه انا هروح اعمل شكوى. بس هنا عايز اقول حاجه مهمه، نادي الزمالك اصلا لو راح عمل شكوى غير انه هيتمسك تحري. يعني القصه كلها مع نادي الزمالك انه مش من حقه اصلا يشتكي. ليه؟ من اهم مبادئ الشكوى ان انت تكون متضرر. الزمالك مش واقع عليه ضرر اصلا، لان كده كده لا بينافس على بطوله الدوري ولا بينافس على المركز الثاني ولا بينافس على اي حاجه اساسا، فهتروح تشتكي بناء على ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، نادي بيراميدز حتى لو راح اشتكى هيتقال له كلمه واحده بس، قرار لجنه الانضباط خارج بيقول ان قرارات رابطه الانديه محصنه، والقرارات دي اصلا انت ماضي عليها في اللائحه من بدايه الموسم ان قرارات رابطه الانديه محصنه. اذا انت حتى لو رحت الحيثيات بتاع قرار رابطه الانديه وحيثيات لجنه الانضباط انت مش هتعرف تاخد حق ولا باطل، وهترجع برضه قفاك يقمر عيش. واقول لك على حاجه تانية حلوه، نادي بيراميدز هيفقد نقط في الماتشين اللي باقيين ليه، وانا اهو وانت اهو وهتشوف. قصه منتهيه والقصه خلصانه، لكن الناس بيحاولوا يلهوا جماهيرهم بحاجات تافهه. البيان اللي نازل النهارده من نادي الزمالك بيحاول يلهي جمهوره بحاجات تافهه فقط لا غير، ويداري على المصايب ويداري على الكوارث اللي موجوده في النادي اصلا. خليني اقول لك كمان برضو من ضمن الحاجات اللي عايز اتكلم فيها ريفيرو المفروض ان هو هيكون متواجد داخل النادي الاهلي بكره، مدرب النادي الاهلي الجديد. لو الاهلي ما تعاقدش مع مدير فني عالمي اسم براند كبير زي ماركو روز، تقول لي ايه ده، هو القصه ما خلصتش وخلاص ريفيرو بقى المدرب الرسمي للاهلي؟ اقول لك لا، حتى وقتنا هذا لسه لحد بكره الاهلي ممكن يعمل مفاجاه وتشوف اسم كبير مدير فني عالمي زي ماركو روزا كده. لو ما تمش ولو ما خلصتش هيكون ريفيرو هو المدير الفني للاهلي. هيحضر مباراه الاهلي وبنك الاهلي من المدرجات ان شاء الله يوم السبت، ويبدا يمسك من يوم الاحد، وهيكون عنده فتره كافيه زمنيه كبيره جدا تقريبا من 10 ل 11 يوم يتعرف عليهم، يتعرف على مراكزهم، يشوف امكانياتهم لحد مباراه فاركو بتاعه يوم 28 اللي هي اخر مباراه للنادي الاهلي في الدوري. اما رامي ربيعه فانا عايز اقول له كلمه، انت بتخرج من الباب الصغير من النادي الاهلي، ونداء لاداره النادي الاهلي بطلوا تفاوض مع رامي ربيعه، احنا مش عايزينه. وعلى فكره خد بالك من حاجه، هو حتى لو مضى في بيراميدز مش هيقدر يقول ولا بيراميدز هينفع يقول، لان ما هيتعرض لعقوبات. فمضى ما مضاش رامي ربيعه خرج من الباب الصغير. اتمنى من كل قلبي يتم ايقاف التفاوض معاه، لان احنا خلاص مش عايزينه داخل النادي الاهلي.